دلوقتي في ثالثه ثانوي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. تعالى اقول لكم ازاي تبداوا السنه الجديده صح، او ازاي تبداوا الترم الثاني ده صح. وعايزه اتكلم معاكم في كام حاجه كده مهمه باذن الله لازم تعرفوها الفتره الجايه. اولا احنا خلاص خلصنا الترم الاول. طب وده معناه ايه؟ معناه ان حضرتك تقعد مع نفسك قعده رجاله كده زي ما بيقولوا، وتبدا تعرف غلطاتك في الترم الاول. ما هو الترم الاول ده معناها فتره انت مريت بيها. طب انت شايف ايه الحاجات الجديده اللي انت اتعلمتها لانك اوريدي كنت لسه داخل سنه ما تعرفش اي حاجه؟ شايف ايه الحاجات اللي انت كنت المفروض تعملها وما عملتهاش، وايه الحاجات اللي انت كنت المفروض ما تعملهاش وعملتها؟ طبعا اول سؤال هيجي في بالك ان انا كنت اذاكر وما راكمش. عايز اقول لك ان مفيش حد اوريدي مش مراكم، كل الناس مراكمه. انا اكتشفت ان حرفيا مين الناس اللي مش مراكمه. يعني انا نفسي اشوف حد مش مراكم في ثانويه عامه، في كليه، في اعدادي. انا نفسي اشوف كل الناس مراكمه الحمد لله. فاللي هو مش انت لوحدك. تمام، دي اول جزئيه. تاني حاجه ان انا اشوف ايه اكتر ماده انا كنت مقصر فيها في الترم الاول، وغالبا لو انت علمي هتبقى الفيزياء اكتر ماده انت مقصر فيها، او الكيمياء. هم دول اكتر مادتين يعني انت ظالمهم معايا، انت اصلا مش معترف بالمادتين دول. فابدا اشوف المواد اللي انت كنت مقصر فيها في الترم الاول. تمام. وابدا شد حيلك جامد جدا 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 فيها في الترم الثاني. المواد اللي انت بتحبها اوريدي ما تبذلش فيها مجهود. واو، هتقولي لا بس انا ببذل مجهود في المواد اللي انا بحبها عشان اعوض النقص في المواد اللي انا ما بحبهاش. هو انت اوريدي تفكير خاطئ، او انت بتفكر بالمشقلب. انت المفروض تبذل مجهود في المواد اللي انت ما بتحبهاش اكتر بكتير جدا من المواد اللي انت بتحبها. لان المواد اللي انت بتحبها دي هتوقعك في المواد اللي انت بتحبها. يعني انت دلوقتي مقفل مثلا ماده بتحبها وماده ثانيه جايب فيها النص، انت اوريدي ما عملتش حاجه. فانت حاول يكون في توازن ما بين المواد. مفيش حاجه اسمها ماده ما بحبهاش، وفي حاجه اسمها ماده بحبها. في حاجه اسمها ماده انا بذاكرها كتير فحبيتها، وماده انا اوريدي كل ما اجي افتحها يعني بقفل منها. زي مثلا الكيمياء، تلاقي نفسك قفلت من الحياه. ولازم برضو تحط حاجه في دماغك ان انت ادام السؤال ده واقف معاك، انت ما بتفكرش مثلا ممكن السؤال ده واقف مع طالب غيرك. طب هل مثلا احنا كلنا لو جينا نحل حاجه وقفت قدامنا، هل احنا خلاص هنقفل الكتاب ونقول خلاص بقى مش عايزين نذاكر الدرس ده؟ انت بتعمل كده؟ لا انت مالكش دعوه بينا. يعني قصدي في الطبيعي اللي انت تحل كتير وتغلط كتير، خصوصا الكيمياء يا جماعه والفيزياء. مفيش حاجه اسمها انا جيت احل لقيت نفسي غلطان فخلاص انا تشائمت. يعني ايه تشائمت؟ هو في حد بيحل فيزياء وكيمياء بيقفل الاسئله كلها مره واحده؟ يعني هل مثلا الشخص اللي بيقفل في الامتحانات الشامله او بيقفل حتى اخر السنه، هل الشخص ده كده بتيجي معاه بالصدفه اللي هو اوريدي خلاص جه صدفه كده؟ يعني هو ما غلطش 100 مره؟ ده غلط، ده عمل كتاب غلطات مش كشكول غلطات. وطبعا ننتقل لجزئيه تانية وهي الملاحظات. لازم يكون معاك مصدر انت بتراجع منه باستمرار على الغلطات بتاعتك. طب لو انت من الناس اللي بتغلط عادي في الكتاب وبتعمل مثلا بالهايلايتر على السؤال ده بحيث ان هي ترجع لها، اوكي. لو انت من الناس اللي بتحب تنقل الافكار اللي هي غلطتها بالاجابه التفصيليه ليها في كشكول، اوكي. انا كنت من الناس التانية اللي هي بتحب تنقل الاخطاء بتاعتها في كشكول. وطبعا انا يعني صراحه انا كنت بدات شويه متاخر، فانا كان معايا كتب مراجعه نهائيه، كان معايا كتب شرح، بس هي بالنسبه لي مثلا ما عنديش وقت ان انا اقعد احل كتب شرح تبقى كبيره جدا، وانا اصلا دي ما عنديش وقت ان انا اقعد احل الكتب بتاعه الشرح يعني اللي هي الكبيره دي. فكنت بحل من كتب المراجعه. كتب المراجعه بيبقى فيها امتحانات شامله على نص الباب وثلث المنهج وربع المنهج. بص بتبقى بجد بتبقى كافيه يعني جدا وشامله. كنت بكتب فكره السؤال اللي انا غلطت فيه عندي في الكشكول وليس السؤال، بكتب فكره السؤال. يعني انا بطلع من السؤال فكره عامه، بحيث لو انا قابلتني الفكره دي ان شاء الله في اي كتاب تاني فانا اوريدي هعرف اتعامل معاها. واحيانا الصراحه ما كنتش بعرف اطلع الفكره من دماغي. يعني مثلا كنت باجي احل سؤال انا اوريدي انا مش عارفه، خلاص جبت اخري مش عارفه احل السؤال ده، بجيب حل الكتاب اللي معايا يوتيوب. عايز اقول لكم ان انا ما جبتش كتب مدرسين اصلا، يعني لان اوريدي ما كنتش باخد دروس فما كنتش بجيب كتب مدرسين. بس في العربي جبت كتب بتاعت المراجعه النهائيه بتاعت مستر رضا الفاروق، يعني خدت معاه مراجعه نهائيه وكانت مراجعه يعني جامده هبقى اتكلم فيها فيما بعد. والفيزياء برده كان معايا كتاب مستر محمد عبد المعبود، وكان معايا كتاب برده محمود مجدي بتاع المراجعه النهائيه. بتاع محمد عبد المعبود كانت الورشه بتاعه الكهربيه، كانت 1000 سؤال تقريبا، كان فيها كميه اسئله انا لحد الان الاسئله دي ما اتحلتش. المشكله حتى ان هم 1000 سؤال، هم لو مثلا ماده زي جيولوجيا في 1000 سؤال فانا اوريدي ممكن تحلهم في 5 ايام. لكن مثلا زي الفيزياء 1000 سؤال دي انت محتاج سنه، اللي هو اصلا كل سؤال بياخد مني خطوات، بياخد مني وقت كبير. فانا بالنسبه لي كان المصدر الرئيسي هو كتاب الخارجي مش كتاب المدرس خالص، لاني انا صراحه بيني وبينكم كده مش واثق في كتب المدرسين مع احترامي لجميع المدرسين. طب انا دلوقتي مدرس ممكن يكون حاطط لي اسئله سهله في الكتاب، فانا اوريدي خلاص او اذاكر المحاضره ولا اجي نفسي احل الاقي نفسي بقفل. بس اجي بقى الامتحان الاقي نفسي صدمت. وده 3/4 من الناس بتصطدم، ان هي طول السنه بتتدرب على افكار، تيجي اخر السنه تتدرب على بتلاقي افكار تانية خالص. تقول لك اصل الامتحان بيجي بره المنهج. الامتحان بيجي جوه المنهج عادي جدا. يعني مثلا الناس اللي بتقفل المواد دي، الناس دي زيك، مش ناس خارقه. فالناس اللي عماله تشتري كتب مدرسين عماله على الفاضي وعماله تركنهم لحد ما يعني مش ناوي تعمل لهم انبوكسنج طيب، يعني مش ناوي تفتحهم طيب. فخلاص كفايه كتب مدرسين، وحتى كفايه كتب خارجيه. لو عايز زود بعد ما تحل الكتاب اللي معاك. انا مثلا والله اللي هو عارفين داخله بحماس شديد بقى، اللي هو انا خلاص بقى ايه يعني عارفين بدي ثانويه عامه بحماس، فهجيب كتاب كذا وكذا وكذا. في كل ماده 3 كتب. عربي ده انا جبت فيه كتاب كيان، وجبت فيه كتاب الابداع، وجبت فيه كتاب الامتحان، وكان معايا البوكلت بتاع بيان اللي هو الذهبي ده، وكمان اللي هو ايه، ومعايا كمان كتاب الاضواء PDF، ومعايا كمان كتب مستر رضا الفاروق بتاعت المراجعه النهائيه. فاللي هو انا كان معايا حفله كتب. طب انا حليت ايه؟ هقول لكم انا حليت اسئله كتاب كيان اللي هي بتاعه النحو،
وكتاب الابداع كنت بحل منه القطع والحاجات دي. وكتاب مس رضا الفاروق بالنسبه لي هو الاساسي، لان صراحه يعني كان كل كتاب يعني بالمحاضره، ان هو كان مثلا المحاضره الاولى في المراجعه النهائيه كان المحاضره بتبقى بالشرح، وانا اوريدي ما بذاكرش الشرح خالص من كتاب، اللي عمري في حياتي ما ذاكرت الشرح من كتاب الشرح اصلا، تمام، ما عدا بس الجيولوجيا دي الماده الوحيده اللي انا كنت بذاكر منها يعني كتاب الشرح. بما ان انا بتكلم عن نصايح وكده، في شهر واحد في كتاب انا حابه اقوله لكم، انا لسه ما كنتش فيه اصلا حالا، يعني هو كان معايا بس انا لسه مكتشفاه حالا وانا بطلع كتب الكيمياء كده عشان الكيمياء العضويه اللي انا بشرحها. بصوا يا جماعه، الكتاب ده ملخص الدرس بطريقه حلوه جدا، المقارنات، المعادلات، كل حاجه. فالكتاب ده تحفه، انا لسه مكتشفاه حالا، يعني زي ما فتحتوش لما كنت في ثانويه عامه.